اللهم اجعلني طيب القلب صبورا على تعب الحياة، كريما مبسوط اليد. اللهم إنك حسبي ووكيلي وقوتي وضعفي. اللهم إنك أنت جابر كسري وأنت من يطيب جرحي. يا رب لا تجعل حاجتي أو راحتي ولا سعادتي بيد أحد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. كل سنة وانتم طيبين. عايزين بقى نبدأ الفيديو كده ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. طبعا انا اهو بقى خلاص دخلت على تجديدات البيت كده، وتجديدات العيد وتنظيف العيد البيت يعني عشان خاطر العيد. فابتديت بقى كده اظبط اول حاجة من البلكونة. دخلت البلكونة عندي، عايزة اقول لكم خرابة خرابة خرابة، بمعنى خرابة والله العظيم. بشيل كل حاجة فيها أنا مش عايزاها، برمي في البلكونة. لما في الآخر ببص لقيت نفسي مش عارفة أدخل البلكونة من كتر الحاجة اللي فيها، ولقيت الدنيا اتبهدلت قوي وطربت قوي. قلت لا، ما ينفعش، لازم أجدد بلكونتي كده وأخليها زي الفل. فقلت أبدأ بإيه؟ البيبان بتاعت البلكونة والشيش، وأظبطه كده إيه وأخليه زي الفل. تمام. جبت كده الصنفرة، صنفرة 220، وصنفرت كده الخشب عشان لو في اي حتة بارزة كده ولا حاجة يبقى ناعم معايا. وجبت كمان اللهم صل على النبي. ابتديت بقى ايه ادهن كده اهو البيبان. دخلت على البيبان الاول، وبعد ما دهنتها كده وهي نايمه الاول على الارض، رحت وقفتها بعد ما نشفت الجنب الاولاني نشف. رحت وقفتها كده وقلبتها بقى على الحيطه، يعني هي كده مقلوبه على الجنب التاني عشان ادهن الجنب التاني اللي هو الوش التاني بقى، على اساس ان خلاص كده مش هيلطش بقى على الحيطه ولا اي حاجه، لانه خلاص نشف اوريدي من الناحيه الاولانيه. تمام. فدخلت بقى على الناحيه دي كده، قلت ايه اخلص بقى الناحيه دي الجزء ده، وبعد كده ادخل ايه على الباب التاني. وفضلت بقى على كده. لو في اي حتة فيها اي حاجة باين منها اي حاجة، ابتديت بقى ايه احط كده الايه الدهان عليه. البوية كنت لابسة عباية، العباية اتبهدلت برضو، بس النفض ده اللي هو اللي بنحطه على البوية، بصراحة بيشيله على طول. يعني بعد ما خلصت مسكت كده العباية وحطيت له كده حتة كده من اسمه ايه، اللهم صل على النبي، مش عارفة اسمه النبض ولا اسمه ايه. دعكته كده دعكت كده العباية، لقيته طلع معايا على طول. واي نقطة كده بتنزل على الارض بشيلها على طول. طبعا هنا قبل ما اعمل الشيش كده بتاع البلكونة، دخلته الاول لانه كان مليان كمية تراب بشعة. فلو كنت نضفته كده بالحتة كان طلع تراب كتير، وكان تعبنا وتعب صدرنا، لان تراب البلكونه بيبقى صعب جدا، متقدروش تتحملوا ولا تقدروا حتى تاخدوا نفس هوا. يعني تلاقوا نفسكم كده كل شويه، حتى خلاص بعد ما نفضتوا تلاقوا نفسكم بتقعدوا تكحوا برضو. فكان عندنا هنا هوت ما اقدرش ان انا انفض بصراحه، لاني لما بنفض التنظيف العادي بيطلع تراب كتير وبنتعب جدا. قلت لا، انا هشيله خالص وهدخله كده الحمام وهنضفه زي ما انتم شايفين كده. غسلته نزل منه التراب كله بكل سهوله، وسبته كده نشف في ثانيه. وابتديت كده ادهن باب البلكونه بقى، بس ايه الجناب بتاعت البلكونه، الجناب بتاعت الباب. تمام. قلت ادهن الجناب الاول، وبعد ما ادهنها كده وتنشف، وبرده الشيش بعد ما غسلته ونضفته دهنته كده اهو، وسبته بقى لما نشف. تمام. شايفين بقى نضيف خالص. عايزه اقول لكم كان شكله بشع، مش عارفه بصراحه كنت ازاي متحمله شكله كده كل الفتره دي كلها. انا اصلا من يوم ما اتجوزت ما دهنتوش ولا مره، كان كله بس مجرد تنظيف مش اكتر. وكمان اتفاجئت وانا بغسله في الحمام لقيته نضيف خالص، لدرجه ان انا فكرت ان انا مش هدهنه من كتر ما هو نضيف وبقى زي الفل. هنا خلاص كان نشف بقى، خلاص نشفه خالص خالص. فقلت بقى انضف البلكونه عشان لو اي تراب ما يتوسخش او يطلع التراب على الدهان ويلطشه. تمام. وبعدين بقى رحت عملت ايه بقى، رحت دخلت كده الاول، قلت اول حاجه هعملها ان انا انضف البلكونه كده كويس جدا، واشيل كل حاجه فيه. شلت كل الكراكيب اللي كانت موجوده، وشفت الحاجات اللي انا عايزه ارميها وطلعتها بره الشقه، والحاجات اللي انا عايزاها شلتها في المنور. تمام.
ومسكت بقى الحيطان كده، الحيطان اصلا كان فيها تراب، بس نضفت التراب الاول وبعد كده ابتديت اصبن الحيطان وابعد كده عن الكهرباء لاني بخاف من الكهرباء جدا. مسكت كده المقشه بالصابون الرابسو، وابتديت بقى ايه امرش كده بالايه بالمقشه واعمل كده في الحيطه. لقيت الحيطه نزلت بقى، لو في اي وساخه اي حاجه اتشالت معايا. بس هي المشكله عندي بس في البلكونه ان هي البياض ده ابتدى يقشر. بس هي بصراحة بقالها سنين طويلة، بس قشرت بقى، ابتدت تقشر. هي بقالها دلوقتي تقريبا 20 سنة. تمام. فقشرت معايا الحيطان، قشرت. فانا مش عارفة بقى اعمل ايه، يعني هل كده ابتدي بقى ابيضها، ولا اغسل كده الحيطان واخليها على نفس اللون، ولا اعمل لها فكرة تانية، يعني مثلا اجيب لها ستيكر اللي هو اللاصق ده والزقها، والزق كده البلكونة هتبقى منورة برضو بالستيكر الابيض، ولا برضو اجيب اللي هو الفوم الابيض واحطه بدل الستيكر. مش عارفة لسه برضو ما فكرتش، بس انا جايه لي فكره الاستيكر الرخامي. فانا هجرب الاول على حته كده منه، لو لقيته حلو فعلا هكمل على كده، وهوريكم بقى ايه شكلها النهائي بعد ما خليتها كلها بيضه. تمام. ف ابتديت بقى كده اغسل كده وامرش كده الحيطان، لو في اي حاجه مطرح ال... التراب، لو في وسخه ولا اي حاجه ابتديت بقى اشيلها كده، بتطلع معايا بصراحه بكل سهوله. لقيت فكرة ان انا اصبن كده الحيطان بالمقشة، لقيتها فكرة كويسة جدا بصراحة. يا ريتني عملت كده من زمان يعني. فنضف معايا اهي، الدنيا نطفت معايا قوي، والبلكونة كده نورت، وحسيتها كده ايه يعني بقت مريحة كده من غير اي حاجة. حسيت كده النظافة وريحة النظافة طالعة منها. وكان احلى حاجة بصراحة ان الحيطة كانت بتنشف بسرعة في نفس الوقت اللي انا بصبن فيها الحيطان. بصبن الحيطه بالمقشه، وبعد ما بعمل كده تصبينه كده اول مره، باجي بعد كده بنفس المقشه كده بقوم ماسحه كده الصابون كده من الحيطه، الاقيه كده ايه يتشال بسرعه، وكمان ايه بحس ان انا كاني نشفته بحته او باي حاجه يعني قطن. بصراحه كان بيتشال معايا بسرعه جدا، والحيطه كانت بتنشف معايا بسرعه قوي. بس كده خلاص خلصت الحيطان، صبنتها كويس جدا ونطفت ونشفت كمان. وابتديت بقى كده اغسل الارض كويس قوي، اغسل السيراميك. ف... ففضلت كده امرشه كده كويس قوي كده بالمقشه لما بقى السيراميك زي الفل. هبتدي بقى كده اشيل الصابون ده كله. تمام. عايزه اقول لكم ان الفيديو ده عاملاه من يومين. تمام. انا عايزه اقول لكم البلكونه لحد الان نظيفه وزي الفل، حتى السيراميك لحد دلوقتي بيلمع بجد يعني. نضفت البلكونه وخليتها زي الفل وبقت مريحه. حتى بنتي الصغيره قاعده على طول في البلكونه. يا بنتي خشي جوه، كفاياكي قاعده في البلكونه، عشان الشمس ساعات بتبقى داخله البلكونه. وهي بقى ايه يعني غرامها ان البلكونه بقت حلوه، وكمان حطيت النجيله اللي هو السجاده اللي هي على شكل النجيله ديت. فحاسه بقى ان هي ايه خرجت بقى وكده، وقاعده بقى في الجنينه وعايشه حياتها. فقاعده بقى ومبسوطه. بس بقى هجدد لهم البلكونه اكتر بقى، واخليها ايه يعني جنه ان شاء الله. بس اعمل الحيطان كده واحط لها الاستيكر اللي بقول لكم عليه، واشوف النتيجه ايه. لو النتيجه فعلا حلوه وكويسه والاستيكر لازق كويس، خلاص انا ايه هكمل على كده. لو ما عجبنيش خلاص هشيل الاستيكر، وهشوف موضوع ورق الفوم، يا اما بقى ابيضها وخلاص. لو التكلفة يعني أنا مش عايزة تكلفة عالية بصراحة، وفي نفس الوقت مش عايزة أجيب بويا أو دهان يكون رخيص. تمام. يكون اللي هو الحاجات الرخيصة ديت بتبوظ بسرعة. يعني أنا بقول لكم إن البلكونة بقالها سنين طويلة كانت زي الفل، ما كانش فيها أي حاجة. بصوا بقى يعني مع السنين دي كلها، فابتدى بس كده يقشر الدهان. فيعني كتر ألف خيره إن هو لسه يعني فاكر يقشر دلوقتي بالشمس والبهدلة اللي بتكون في البلكونة. فبس كده خلاص حطيت كده النجيلة، السجادة النجيلة ديت الخضرة الجميلة دي اللي بتخلي البلكونة بصراحة
مريحة جدا جدا للعين. وتحس كده ان انتي لا مش قاعدة في بلكونة، لا، او عايزة تقعدي في المكان ده، عايزة تجيبي كده كوباية شاي وتفضلي قاعدة تحطي ترابيزة وكرسيين كده وتشربي كوباية عصير كده. أي بصوا لازم تعملوا كده جو حلو ليكم في البلكونة. وبلاش نهمل البلكونة ونسيبها خراب. بصراحة المكان لما بيكون في حاجة في البيت مخروبة كده وفيها تراب كتير بتجيب كده الكآبة وبتجيب طاقة سلبية بجد. يعني أي مكان فيه بهدلة وفيه كركبة فعلا فعلا بيولد الطاقة السلبية في البيت. فدايما كده نضفوا الدنيا أول بأول وخليكم كده عايشين كده، أو غيروا وجددوا. ولما تغيروا وتجددوا تحسوا ان انتوا دخلت ليكم طاقة جميلة جدا جدا. تبقوا عايزين كده دايما تجددوا، عايشين في حالة كده يعني من السعادة. تمام. خلاص كده دخلت بقى كده انا وابو ندى علشان نركب الشيش والبيبان. تمام، والباب بتاع البلكونة. فطبعا هنا محتارين مش عارفين هنركب ده كده ولا كده. المفروض ان احنا كنا مرتبينه ومظبطينه بره، بس لما كده لما جينا بقى دخلنا البلكونة اتلخبطوا. بس قلت له لا سيبهولي بقى انا كده وانا ايه هركبه لوحدي. فركبت اول واحد لوحدي، ويجي بقى يركب الجزء التاني بتاع النص الاولاني. ابتدى يركبه كده معايا لحد ما ايه ركب بقى تمام. تمام، كنت خلصت خلاص. ركبت الاتنين وبقى زي الفل. ونشرت بس هنا في البلكونة السجاجيد بتاعت أوضة عيالي. وهنا حطيت بس في البلكونة التربو اللي قلت لكم عليه لما في الفيديو بتاع المطبخ. ان انا هحط في البلكونه بس التربو اللي فيه البصل والثوم، لان المطبخ عندي صعب قوي في الحر فبيبوظ الحاجه. فبحط بس البصل والثوم بره. هنا بقى البلكونه البرجيله ديت دي موجوده برضو من يوم ما اتجوزت يعني في الشقه ديت. وكنت حاطه فيها ورق شجر طبعا وكده وفروع يعني من ورق الشجر، كان شكلها حلو قوي. فابتديت بقى اهمل البلكونه وابتديت يعني قلت بقى ارجع كل حاجة كانت حلوة الاول، ارجعها تاني كده في البلكونة كده عشان اقدر ارجع بقى البلكونة واقعد فيها. ويعني يبقى شكلها كويس حتى قدام الناس وقدام الجيران قدامنا احنا كمان. احنا نحب نستمتع بالمنظر الحلو والشكل الجميل في بيتنا. اتمنى منكم لو وصلتوا معايا لاخر الفيديو ما تنسونيش في اللايك، وكمان تعملوا اشتراك في القناة لو لسه ما اشتركتوش. ويا رب كده الفيديو يكون عجبكم. مستنية آرائكم في الفيديو وكل التجديد اللي أنا عملته واللي هعمله بإذن الله. واستودعكم في الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.